امشي طيب، طب امشي ماشي، ما تقفش قدامي طب ما تغلطش. بالسيجاره. انا هتقول ده انا حر اقف بالسيجاره ولا لا؟ مش ظابط. حضرتك مش لا ظابط. انا مش ظابط، انت راجل كافر وفاطر. انا كده ماشي. امشي لك تعالى. عشان نحكم الحكم الشرعي على الفيديو ده لازم نحلله من 3 جهات. الجهة الأولى حكم من يجهر بالإفطار خصوصا بالسجاير في نهار رمضان، طبعا دي معصية، كمان مجاهرة بالمعصية، يدل إن الشخص اللي عمل كده على الأقل ما عندوش حياء. الجهة التانية حكم الإنكار عليه، إنكار المنكر واجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان. طب الإنكار المنكر باليد ده مش ليا وليك، ده لأولي الأمر. يعني ضابط الشرطة لو كان الفعل ده مجرم هو الوحيد اللي ليه الحق اللي هو يوقفك ويستجوبك. الجهة الثالثة بقى وده المهم، أسلوب تغيير المنكر لازم يكون باللين مش بالعنف. إنكار المنكر يكون بالمعروف وليس بمنكر أشد منه. يا أخي بارك الله فيك، أنت عارف يعني إن إحنا في رمضان في الشهر الكريم، اتكسف وقال لي بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وطفاها يبقى مشكور. قال لي مالكش دعوة، اقول له جزاك الله كل خير، انا بنصحك كأخ في الله، واخد بعضي وامشي. انا اروح لشخص وبعد كده انا متضايق ان هو فطران فاسبه واشتمه بامه كمان. فرعون اضغى من الشخص اللي بيجهر بنهار رمضان بالسجاير. يعني ده واحد قال انا ربكم الاعلى. ربنا قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او محتاجين نفهم يعني ايه امر بمعروف ونهي عن منكر. محتاجين ان احنا نشتغل دعوة ونحبب الناس في الدين. محتاجين يكون همنا مش عقاب العاصي قد ما يكون همنا هداية ذلك العاصي.